السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ زمان عنكم. نعم رجعنا للهبت وأخيرا بعرف أنا صراحة شوي مرضان، بس معاك بدي أصور مقطع غصبا عن الكل. كيفكم يا جماعة؟ اليوم بدنا نحكي عن نضال الأحمدية. طبعا كلنا بنعرف نضال الأحمدية وكيف انتشرت بشكل واسع مع الشوكولامو. أنا نزلت عنها فيديو بلشت عليها مسخرة، بس هاي المرة يا جماعة بتحس إنه حال في يمين يجي الناس يتمسخروا عليها مسخرة، لأنه هاي المرة ولدت من المسخرة. فالنضال الأحمدية هي مرة عملت برنامج اسمه بدنا الحقيقة، واتهمت اللاجئين السوريين في لبنان انهم ادوات في الحرب على سوريا، وانهم يعيشون في لبنان للتنزه ويحصلون على الكهرباء والماء بالمجان. انتوا متخيلين هالمرة اللي وين وصلت من مرحلة من الكلمنة والعنصرية؟ يعني شعب راح رمى فوق قنابل وقذائف وراح على بلد تاني عشان يعيش مثل البشر الباقيين بسلام. ترجع بتقولي انه راح على لبنان عشان التنزه، عشان ياخذ كهرباء ومي ببلاش. هاي النضال الأحمدية حرفيا هي عبارة عن وطنجية لبنانية بشكل مو طبيعي، واللي ما بيعرف شو يعني وطنجية يعني انه بتحب بلدها بشكل مو طبيعي. شوفوا كلنا بنحب بلادنا وهذا الشيء مو غلط، ولكن لا تحب بلدك والبلاد اللي حواليكي تحسيها كأنها بلاد كلب من الاخر. فاليوم بدنا نحكي عن النضال الأحمدية. فقالوا لي المقطع لا تنسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا بقناتي، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم مقاطع جديده، وتضيفوني بكل مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلوا سيرفر الديسكورد وكذا، وكل حد تشوفوه تحت بالديسكربشن. وبسم الله يلا نبدا. تعال اقول لك شو خاصنا، وانا ليه عم جايب لي هيك؟ ليه؟ رمز الفلسطينيين. بدي اياك تسجلي موقف تلبسيها. انا معهم بدون ما البسها. انا معهم بدون ما ارفع علمهم. ارفع العلم اللبناني. ارفع العلم اللبناني. نكاية فيك يا نضال. هي الكوفية الفلسطينية هاي حنلبسها. نكاية بوجهك يا نضال. هاي نكاية بوجهك يا نضال. اقول لك شو كمان، هاي العلم الفلسطيني حنرفع. صار علم السودان اسف. ونكاية بوجهك، هذا العلم الفلسطيني حنرفعه. ثواني شوي، ليش هي بتصير جدل للدرجة انه حتى ما بدها تلبس الكوفية؟ يعني ايش يعني شو بصير لو انت لبست الكوفية؟ يعني خلاص انت حتطلعي من فكرة القومية اللبنانية، يعني خلاص ما راح تصيري وطنجية جدا لبلدك. تعرفوا يا جماعة انه هاي الكوفية حرفيا مرعب الامريكان والاوروبيين. حرفيا الغرب عندهم الكوفية عبارة عن ارهاب، فانك انت تلبس الكوفية النكاية بالغرب، فهذا الشيء ترى بيرعبهم وبيزعجهم وبيعصبهم، وهذا الشيء اللي احنا بدنا اياه صراحة. وبلبس الثياب اللبنانية. يا اخي انا نفسي افهم يا اخي، من متى الملابس الا جنسيه؟ يعني انا ايه اللابس كله وردي. شوفوا انا هلا استوعبت اني لابس كله وردي. اعوذ بالله. شو يعني انا هلا لبسي هذا شو صاير؟ امريكي ولا انا صاير شو؟ انا هولندي كندي؟ شو صاير انا يعني بالضبط؟ هاي البنت مو وصلت بس لعنصريه لدرجه تفرقه بين العرب، حتى صارت تعمل تفرقه بالملابس. اما انا البس ثيابه. لا ليش بدي؟ تضامنا. انا اتضامن معه بروحي وبدمي ومستعد اروح اقتل معهم. بس ليه بدي البس ثيابه؟ هي اكذب ما سمعت، اكذب جمله حكيتها نضال. انا اتضامن معه بروحي وبدمي ومستعد اروح اقتل معهم. لو بتصير علاقات بين اسرائيل ولبنان، هي اول ما راح تطلع ترفع علم اسرائيل وتقول تحيا اسرائيل. هي اول ما راح ترفع. خدوها مني. الله يرزقك عقل يا نضال. شوف هيدي عرفت الأوبر او كيف مثل الانتيبيوتيك بقول لك شيء انه انت تصير مثلنا. انا ماني مثلك يا اخي، مش ممكن يكون مثلك. انا وحده لبنانيه وطنجيه، انا بس بحب لبنان وبحب ادعم لبنان. انت فلسطيني طز فيك، انت سوري طز فيك. اللبنانيه مش سوريه، والسوريه مش فلسطينيه، والفلسطينيه مش اردنيه. هاي النضال الأحمدية ما بعرف هي شلون اعلاميه وصحفيه، انا الان ماني فاهم، لانه هاي المره عباره عن خطر للمجتمع الصحفي. نفسي افهم انت كيف توظفتي يا اخي؟ انت كيف جامعه قبلتك يا اخي؟ مو يعني عنصريه لدرجه مو طبيعيه. ما انت قبل شوي كنت عم بتقولي انا مستعده احارب معهم ومستعده اوقف معهم بالروح، هلا انت بتقول انا مش مثلك. بس هي لو تشوف واحد فرنسي هتقول جمّا بيل بونجوم مو جتم. انا اقاوم على طريق غير شخصيه غير مكون. ما شخصية، هي قضية فلسطينية. انت القضية الفلسطينية لا تجمعها الكوفية، لا تجمعها الكوفية. هيدا عملوها بيضة كفنوا فيها الأطفال. الكوفية الفلسطينية هي رموز من التراث الفلسطيني. انك انت تلبس الكوفية وتطلع قدام الناس لابس الكوفية، ترى هذا الشيء مو سهل، خصوصا بالبلاد الغرب. بلاد الغرب عندهم الكوفية هي بس بيلبسوها الارهاب. فانك انت بتورجي الغرب انه انا لابس الكوفية نكاية بوجهكم يا غرب ويا امريكان، هذا الشيء لحاله ترى بيزعجهم وبيخوفهم بنفس الوقت. فترى ابدا مو غلط انك تلبس الكوفية الفلسطينية، وترى انت لو لبست الكوفيه الفلسطينيه راح تضلي قوميه لبنانيه، ترى عادي يعني، ما راح تنزل من مرتبه انه خلص انا خنت بلدي. لا يا رجال، ما بقى لها ولا قيمه. اذا عاملينها رمز، الرمز صار اكبر. رفعوا صور كل هالاطفال 5000 طفل. عم نحكي قبل التسجيل ليك المتعاطفين كانوا مسكوها دغري على الايموشنالز.
القوفية الفلسطينية عندها قيمة أكثر منك ومن كل سلالتك يا نضال، أكون معك صريح من الآخر. بيمسكوها وبحطوها. طب أنا أكيد مع فلسطين للموت. للموت. أنت كتير مع فلسطين والله. للموت. أنت مع فلسطين للموت. للموت. بس أنت مو مثلهم يعني. واو. للموت. هالمرة بدي كف والله العظيم بدي كف. بديني حماس. بعد أحداث 7 أكتوبر أكيد. أصفق طبعا عندها أخطاء. أصفق لحماس لأنها قدمت إنجازا لم يقدمه أحد في تاريخ القضية الفلسطينية منذ 48. اوكي انا هون صراحه صدمتني. انا هون صراحه صدمتني. هاي المفروض انا فكرت هلا حتحكي حماس هي منظمه ارهابيه تدعم الارهاب. انا هيك فكرت حتحكي حرفيا. شكله اول مره بتستخدم مخها. حماس ما حدا يقدر ينكر الآلة الإعلامية اللي بين إيديها. يعني احنا بس نشوف فيديو، نحن شغلتنا بنشوف هذا تصوير ناس هواة أو تصوير ناس بروفيشنال. نعم. استطاعت أن يعني تقيم أكبر دعاية وتعرف من لا يعرف على هذه الكرة الأرضية أن هنالك قضية اسمها فلسطين. 2، قدرت تكشف عند من يعرف ومن لا يعرف الوجه الحقيقي للصهيوني. قاتل الأطفال حسب توراتهم، اقتلوا الأطفال والأمهات. أنا ما رح بدعم اليهود، بس كمان يا جماعة بدنا نفهم شغلة، إنه مو اليهود هم الإسرائيليين. يعني اليهود الحقيقيين اللي حرفيا بحبوا دينهم. أنا بعرف إنه هم ضد فكرة الاحتلال وضد فكرة إنه احتلال فلسطين وقتل الفلسطينيين. نحن قضيتنا ضد الاحتلال الصهيوني وليس الاحتلال اليهودي، لأنه ترى في كثير يهود بالعالم على فكرة بيدعموا فلسطين وضد الاحتلال الصهيوني. لازم تفرقوا بين كلمة صهيوني ويهودي. أوكي صح إنه الصهاينة يهود، بس مو كل اليهود بيدعموهم وممكن اليهود مع فكرة احتلال فلسطين. منذ هرتزل وربما قبل هرتزل، لأنه كانوا عم بيحضروا كيف بدهم يجوا على أرض الميعاد. فعلا ترى كلامه صح. وفعلا أنا حكيتها في فيديو فلسطين أول نزلته بقناتي، حتشوفوه هون رابطه هون مدري هون بشي مكان حيطلع بالشاشة، إن اليهود عندهم عقيدة إنه فلسطين هي أرض الميعاد وإن اليهود هم شعب الله المختار. وسيدور هرتزل طلع عبارة من كيسو إنه فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هون شوي صراحة بلش تعجبني، بس يا أخي للآن ما راح أنسى العنصرية ضد السوريين اللي عملتيها. بس كيف مملكة وين؟ عفاك هيدا السؤال. المملكة الإسرائيلية أين هي؟ هل يمكن أن تباد مملكة بالكامل وما يبقى منها ولا أثر ولا عظمة؟ طيب إذا لكن ليش ببيبلس ونحن عنا كل الآثار التي تؤكد على الفينيقيين؟ نحن عنا إثباتات، ما عم نحكي. بس يا جماعة هي المملكة تم تأسيسها سنة 1050 قبل الميلاد. كيف هلا هذا موضوع حماس راح رجع لمملكة إسرائيل؟ كيف نفسي أفهم، ما بعرف. إسرائيل يلي موجودة اليوم ما لها أبدا أي دخل ببني إسرائيل، فهم فقط أخذوا هذا الاسم فقط. لو كلنا بنعرف بني إسرائيل هو بني يعقوب عليه السلام. بس على كل حال نضال الأحمدية آخر كلماتها هي الأخيرة صراحة عجبتني، ولكن بالبداية ما وبس. شكرا لمشاهدتكم هذا المقطع. اكتبوا لي تحت في التعليقات شو رأيكم بكلامي، وهل أنا حكيت شيء صح او غلط، واذا عندكم اي شيء انتم بدكم تحكوه فيكم تفضلوا تحت في التعليقات. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، والمشترك يشترك. ضيفونا كل مواقع التواصل الاجتماعي تحت في الديسكربشن. وبس ونشوفكم، مع السلامة.